امبارح أمك وأختك هزقوني وشتموني وقالوا لي كلام محدش يستحمله، وأنا واقفة زي التلميذة الغلطانة مستنياك تدافع عني ولو بكلمة، وانت واقف تضحك. أنا بتبهدل وانت بتضحك. انت مكبرة الموضوع ليه؟ وبعدين انت اللي بتجيب الكلام لنفسك، مش شايفة نفسك لا شكل ولا منظر. انت بتعاملني كده ليه؟ انت أخدتني من بيت أهلي عشان تذلني؟ احمدي ربنا اني مستحملك وعايش معاكي، وبعدين مش اول مرة يعني، انت متعودة على كده. كل يوم استحمل منك ذل وإهانة وتريقة وقلة قيمة. حرام عليك اللي بتعمله فيا. مش عاجبك العيشة دي؟ الباب يفوت جمل. منك لله، منك لله يا شيخ، منك لله. بص بقى، أنا النهاردة هتكلم عن موضوع حساس جدا، موضوع ممكن يهدم بيوت، ممكن يدمر قلوب، وممكن ينهي علاقة عمرها سنين. هنتكلم عن الخيانة الزوجية. الخيانة ساعات بتكون بالنظرة، أيوة بعينك، وساعات بتكون بكلمة تطلع من لسانك، أو حتى فكرة تدور في دماغك. لما تقول كلام مش حقيقي عن مراتك بس علشان تبرر موقفك أو ترضي حد تاني، دي خيانة. لما حد يجي قدامك ويتكلم عن مراتك بسوء وانت تفضل ساكت، مش بس ساكت، لأ، مش بتدافع عنها، دي كمان خيانة. لما توعدها بحاجة وما توفيش بوعدك لأي سبب حتى لو شايفه بسيط، هي بتحس وبتنجرح وبتنقهر، ودي خيانة. لما تكون وعدتها بحياة هادية وسعيدة ووعدتها بالراحة، وبدل كل ده لقت نفسها في دوامة تعب ومسؤوليات لوحدها، دي خيانة. لما تبصلها بنظرة دونية، نظرة استهزاء أو تقليل، وهي اللي شالت علشانك، دي مش بس قسوة، دي خيانة بجد. لما تبص لغيرها أو تفكر في واحدة تانية أو تهملها في وقت هي محتاجاك فيه، كل ده خيانة. لما تخليها خدامة شغلتها بس تطبخ وتنظف وترعى العيال من غير حب ولا تقدير ولا كلمة حلوة، دي خيانة مؤلمة جدا. لما تحرمها من حقوقها كزوجة وتهملها وتظلمها وتضغط عليها وترفض حتى تسمعها، هي مش قطعة أساس في البيت، دي إنسانة ليها مشاعر، ودي خيانة. لما تسألش عنها ولا عن احتياجاتها، ولا حتى تاخد بالك إنها محتاجة تطلع تتفسح، أو حتى تقعد معاك ساعة هادية وتبصلك بس من غير ولا كلمة، وإنت ما بتعملش ده، دي خيانة برضو. لما تسخر منها قدام الناس من لبسها أو طريقتها أو حتى أكلها وتضحك والناس تضحك، انت مش بس بتجرحها، انت بتخونها. ولما تخبي عنها حاجة مهمة في حياتك وتقول دي حاجة ما تخصهاش، فلا، هي تخصها، لأنها شريكتك مش ضيفة ولا مؤجرة عندك. قبل ما تتجوز كان لازم تفهم يعني ايه شراكة. وفي الآخر بقولك إياك، أيوة إياك تضيع الثقة بينك وبين شريكة حياتك، لأنها مش مجرد حاجة صغيرة، دي العمود اللي شايل البيت كله.